تعالي النهارده يا ست الكل افكرك باكله اقتصاديه وسهله ومش هتاخد منك وقت. هنعمل مع بعض رغيف حواوشي من غير ولا قطعه لحمه واحده. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله. هنجيب قطعتين بطاطس وبصلايه ورشه ملح ورشه فلفل اسود ورشه بابريكا وشويه توابل مشاوي صغيرين هنجيبهم من عند اي عطار. نسلق البطاطس في الميه ونهرسها كويس بعد ما تستوي. هنبشر البصلايه ونحطها على البطاطس اللي هرسناها ونضيف شويه الملح وحبه الفلفل وحبه البابريكا وطبعا رشه توابل المشاوي عشان دي التركايه اللي هتخلي اكلتنا النهارده بطعم اللحمه. ونخلط كل ده مع بعض لحد ما تبقى عجينه واحده. نفتح رغيف العيش ويكون طازه مش بايت ونحط العجينه بتاعتنا ونفردها جواه وننزل بالرغيف في طاسه فيها حبه زيت سخنين. نحط الطاسه على النار وتضغطي على الرغيف بمعلقه وتقلبيه على الوشين. انت عارفه ان حواوشي ده كان جزار والاكله دي من ايام الفراعنه وكانت خلطته هي سر طعامه لحمته وعشان كده فضلت الاكله مستمره لحد دلوقتي. ودلوقتي بعد ما الرغيف ما استوى هتحطيه في طبق تقديم وجنبيه شويه سلطه وكوبايه عصير طازه بالهنا والشفا. وعشان كل اكله ليها حكايه تستاهل تتحكى ما تنسوش تقولي لي رايكم في التعليقات. حابين الحكايه الجايه تكون عن ايه؟